يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم، فإنه كلام الرحمن في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد زكريا إني وأنا العظم مني واشتاق وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين وولدتك من قبل ولم تك شيئا. اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. خرج على قومه من المحراب سمعوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه ما سميا. حنانا من الزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه وامره كان عشيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت وكان سقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وإنما أنا رسول ربك لأهلك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وإنك له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به وكان وصيا. جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بجذع النخلة أساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمله وأهلها مريم لا جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط
قال سلام عليك أعتزلكم وما تدعون من دون الله واعتزلهم وما يعبدون من دون الله واذكر في الكتاب ووهبنا له في الكتاب إسماعيل وكان يأمر أهله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل فخلف من بعدهم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا جنات عدن التي لا يسمعون فيها تلك الجنة التي وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا السماوات والأرض وما يقول الإنسان ولا يذكر الإنسان وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنازعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وجد الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نجيا أبهم وليوم السنة ثمريا بالضلالة فينزل الرحمن ندا إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أنت الذي كفر غفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الغيب فرد علينا الرحمن عدا ما سمعتم ما يقول ويمد له من عذاب مدا نرثه ما يقول ويأتينا فردا اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا لا سيكفرون
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به ومن للدار ملكنا قبلهم من قرن أو تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بكذاب بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تذكرة لمن يشاء ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن والعرش سواء في السماوات سواء في الأرض وما بينهما ما تحت الثريا تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى يا موسى أني أنا ربك قال عليك إنك بالواد المقدس طوى فأنا اخترتك وسمع ما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك أنا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى كم يمينك يا موسى علي عصاي توكل عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها من آل فرعون صلها يا موسى فإذا هي تسعى ولا تخشى تسير تهدى ضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إياك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه لغى قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشرك به أمري يسبحك كثيرا أشكرك كثيرا كنت بنا بصيرا لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وإلى أمك ما يوحى فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له أبيت عليك محبة مني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي ترى فلبثت سنين في ثم جئت على قدر يا موسى قرأتك لنفسي أبوك بآياتي ولا تنيا ذكري دما يا فرعون إنه أولى له قولا لينا لعلك لك ربنا لا تخافا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل الذي هذا كل شيء
الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء بسر مثله فجعل بيننا وبينك قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر ما بيننا بطريقتكم المثلى فاجمعوا بينكم ما تصفوا وقدمنا اليوم من السماء يا موسى ما تغني عما أن نكون أول مرة وليس تلقف ما صنعوا إنما صنعوا السحرة سجدا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وتعلمن أشد عذابا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الآيات والذي فضلنا فاضل ما أنت علينا ما تضيع في حياة الدنيا آمنا بربنا ليغفر لنا إنه من يأتي ربه مسلما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وتحياته مؤمنا وعمل صالحا فأولئك لهم درجات جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر وسلا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده وغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه ما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ويحل عليكم وصفي
فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فجاء موسى إلى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فضال عليكم العهد فما تبين إلا عليكم غضب من ربكم فأنتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إلا جسدا له لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كنت تتبعون ربكم الرحمن واتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ألا تتبعني وما عصيت أمري قال يا ابن أم لا تأتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وأن تقوم أمري وما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فغضبت غضبة من أثر الرسول عامتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لم تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقبا النهر ثم لننزفنه في يمك الصعب إلهكم لا إله إلا كذلك نقص عليك من أنباء ما سمعناك من لدنا فإنه يعملها وهي منزلنا خالدين في وسهلهم يوم القيامة حملا يوم ننفخ في بالصور حنشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون يسألونك عن الجبال فهم ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وحاجات الأزواج للرحمن ولا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما هذه الوجوه في خير ويوم أصحاب من حمل ظلما يحمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويثبت الآمنين تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بغلامك بأن يرضى إليك ويهون في سنه علما ولقد عهدنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يا آدم إن هذا عدو لك لك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم
بدت لهما سواتهما ودفقا يخصفان عليهما من ورق جنة عسى آدم ربه غوى اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى يأتيهم كما لنا الله بالقرآن يكون في مساكن إن في ذلك آيات لأولي النهى لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من الحياة الدنيا نفتنهم فيه وللغربها خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن قالوا لولا يأتينا بها